مذيعات تحدين الله على الهواء مباشرة. شاهد ماذا حصل بهن. سبحان الله. قبل البدء بالفيديو اشترك في القناة وصلي على النبي، وإذا كنت مشتركا بالفعل فاضغط على زر الإعجاب لنرى عدد المسلمين في هذا الفيديو. مذيعات على شاشات التلفاز ذوات شهرة عالية تحدين الله، ولكن جاءهن الرد أسرع مما تخيل. سبحان الله. كانت هذه المذيعة تلقي نشرتها أمام الملايين على التلفاز وتشجع على المثلية والشذوذ. ولما سألها المذيع: ما سبب إشهادك لهذه الأمر؟ هل ترغبين في الزواج من فتاة مثلك؟ فقالت: نعم، أنا أكره الرجال وأحب الفتيات، ويجب أن تكون المرأة حرة، وما قاله الدين غير صحيح ولا نعترف به، ونريد رفع علم المثلية لنصبح أحرارا. فلما انتهت من كلامها أصيبت على الفور بنوبة قلبية وماتت على الهواء مباشرة، وسقط عليها الأستوديو. سبحان الله. ماتت على الكفر. وهذه المذيعة كانت تتحدث على الهواء مباشرة أمام الملايين على أسرع سيارة بالعالم، وقالت باستهزاء وسخرية: هذه السيارة أسرع من يوم الحساب في يوم القيامة عند المسلمين. فجاءها رد الله فورا، إذ وقع زلزال دمر المبنى كاملا، فاختبأت مثل الجرذان تحت الطاولة، فكان ذلك تحذيرا لها من الله. سبحان الله. وفي هذا المشهد ركاب طائرة مسافرون. بدأت الطائرة تقلع وترتفع في السماء أكثر فأكثر، فقالوا مازحين: ارفعها أكثر أيها السائق لنرى ماذا يوجد في السماوات الدينية. قالوا هذا بسخرية واستهزاء، فبدأت الطائرة تهتز حتى سقطت، ومات جميع الركاب فيها. والآن سيرون ماذا يوجد في السماوات الحقيقية وليست سخرية. سبحان الله. كل من حاول التطاول على الله عز وجل سيأتيه الرد عاجلا أم آجلا، فالله يمهل ولا يهمل. وإذا وصلت إلى هنا أنصحك أن تردد معي هذا الدعاء ليحفظك الله عز وجل: اللهم إن هذا خلق جديد، فافتحه علينا بطاعتك، واختمه لنا بمغفرتك ورضوانك، وارزقنا فيها حسنة تقبله منا، وزكها وضاعفها لنا، وما عملنا فيها من سيئة فاغفرها لنا، إنك الغفور الرحيم. اللهم عصمنا من شر الفتن، وعافنا من جميع المحن، وأصلح منا ما ظهر منا وما بطن، ونقِ قلوبنا من الحقد والحسد، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وأرنا يا ربنا الحق حقا واهدنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا واجنبنا اتباعه، واجعلنا هداة مهديين. يا رب بحق تنزلك الجليل كل ليلة لتتوب على التائبين، وتغفر للمستغفرين، وتقضي حاجة السائلين. نستغفرك ونتوب إليك، ونسألك اللهم أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، يا باسطا يديه ليلا ونهارا فرحا بتوبة عباده، اجعلها ساعة توبة ومغفرة لنا. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك ورسولك وخليلك ومصطفاك سيد البشر، صلاة تجلو بها همومنا، وتزيح بها غمومنا، وتشرح بها صدورنا، وتيسر بها أمورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتصلح بها عيوبنا، وتشافي بها قلوبنا، وتطيب بها أفواهنا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة في الثبات. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله من بني آدم إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه.